السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير هانين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، ودائما كنشكر الناس اللي كيتواصلوا معايا في لي كومونتير. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ما تنسونيش من لايكات ومن تفعيل الجرس. اذا اي واحد اسمع الفيديو ديالي هذا ليس امرا وانما لطفا منكم، يبارطاجي لي فيديو ديالي حتى تصير القناه يعني في المستوى. اوكي، يلا مرحبا بكم، واللي عنده شي سؤال يطرحوا لي في الكومنتير، واهلا وسهلا بكم. اذا غنبداو الفال ديال البنت الحنطيه. سمحوا لي اني تعطلت عليكم لظروف خاصه، يعني ما عنديش الوقت. بالنسبه هاد الايام هي ايام مباركه. حنا كنعرفوا ذكرى مولد النبوي على الابواب، وكنعرفوا هاد الايام هي ايام روحانيات. ايام ديال كتعرفوا الناس اللي عندهم روحانيات واللي عندهم ملوك ولا دافا كيتحركوا هاد الايام. كاين اللي كتدخل عليه يعني كيكون فيه العياق، كيكون مسهوط، كيكون مقلق، وهذا عادي، هذا هو صحاب الحال. فاي واحد في هذه الوقيته يشوف راسو ان ممكن تسير عليه، ممكن يخصو فلوس، ممكن يتقبط عليه القلب ديالو، تجي بحال الخنقه. هاد الايام عادي، لان هي هاد الايام هي ايام ديال الروحانيات، ايام ديال اصحاب الحال، ايام ديال الزيارات، ايام ديال اللي كيذبحوا، ايام اللي كيديروا الحضرات. هاد الايام معروفه عند الناس ديال اصحاب الحال. لكن انا كنصح الناس اللي ما عندهمش علاقه بهذا الميدان يشدوا رجليهم، ما يمشيوش في هذا الوقيته، لان هنا في الانسان كيتصيد، كيبغي يزور، كيبغي يدور، هو ما عنده علاقه بشمع، ما عنده علاقه بزياره، ما عنده علاقه بحضره، فيحاول ما يمشيش لهاد البلايص. حيت اي واحد بدا يمشي غير يشعل شمعه وحده خرج على راسو، يمشي يزور غير زياره يقول لك عادي، ولا نمشي مع خالتي، ولا نمشي مع جده، ولا نمشي مع صاحبتي، ولا نمشي مع جارتي، ولا نمشي مع هادي، ولا فخرج على راسو. سيرتو هاد الايام، علاش؟ الانسان اللي بعيد من هاد الميدان يبقى بعيد. من هنا فين كيتخربق الانسان. وصحاب الحاله معروفين، ضروري خصو يمشيو يزورو، ضروري اللي كيذبح خصو يذبح، ضروري اللي كيدير الحضره خصو يدير الحضره، ضروري اللي يحس بهذيك النورانيات ديال الزياره كيبغي يمشي لها. حيت كاينين الناس كيمشيو ما كيذبحوا، ما يديروا ما كيديروا حضره ما والو، ولكن كيمشيو يبركوا غير 5 دقائق او 10 دقائق او 15 دقيقه في هذيك البلاصه، لان هذيك البلاصه فيها نورانيات كيهزم الانسان، كيحس بواحد الراحه سبحان الله. ملي كيدخل الانسان كيكون عنده واحد الحمل ثقيل، كيدخل تما كيترخف. الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. اذا غنديروا الفعل ديال بنت الحنطيه. نمشي على لكم الشموع، دير لكم الرومانسيه تحسوا. الله. اذا نبداو على بركه الله. مرحبا جوريا، مرحبا اللي دخلتوا. بنت الحنطيه غادي يجيوك شي فلوس، وغادي يكون جمع عليهم. بنت الحنطيه قلبك غادي يكون النصر عندك، كتخمي عندك سفر ويتك الله براسك كتفكري فيه.
عمرك مخلف بنت الحنطية، كنشوف قلبك على طريق وكتخمي في تريكه اولا عندك مشاكل ديال الولاد. يعني كل وحده كيفاش غتخرج، كاين اللي باغات ولاد عندها مشاكل ديال الولاد، اولا كاين اللي عندها الولاد وعندها مشاكل عليهم على قبال شي فلوس ومغيره وطالبه الله، ولكن غادا تسهر وغادا تفرح على فلوس واخا تقلع على قلبها وحيزه مرا كبيره. وهاد البنت راه عندها الجواد، لان كنشوف عندها جواد وهي مازال غتمشي عند شي مرا عندها روحانيات، بحال شي وحده كضرب كارطه بحال هكا كندير انا، اولا غادا تمشي دير شي حاجه بحال هكا. وكيبان لي ان هاد البنت الحنطيه عندها مع الطاروت، يعني كتبغي تلعب الكارطه اولا كدير الكارطه اولا كتمشي عند الناس اللي كيديروا الكارطه، يعني هي كتبغيها. مازال كنشوف واحد عريض الكتاف بينك وبينه مشاكل، كنشوفو ملفت عليك ولكن مازال غادي يوقف لك على العتبه. هو ملفت حاليا ملفت، ولكن مازال غيوقف لك على العتبه، وانت غادي تسمعي شي اخبار وغتفرحي عليها وانت قلبك على فلوس، وغادي يكون عندك صلح. يعني كنشوف عندك صلح مع شي حد اولا عوده مع شي حد، يعني ربما عندك حبيب غادي يرجع ليك اولا حبيبه غترجع لك، الله اعلم ما عرفتش. وكنشوف عندك الجانب ديال الغيره، وانتي انتي كتحسي بالغيره، وعندك واحد الحمل ثقيل، يعني كنشوف تقلع على قلبك، عندك حمل ثقيل وكيضرك ظهرك وكيضرك رجليك وكيضرك يديك. وكنشوف بحال باغا تنقلي من مكان، المهم انا كنشوفك غاده جايه هازه وحاطه هازه وحاطه، يعني بحال عندك رحيل او تغيير او بحال هكايا، وانتي تعبانه النفسيه ديالك مقهوره، وانتي كتعاودي في الهضره في قلبك، يعني بحال حسب الندم وش حاجه خرجات من ايديك، ضاعت من ايديك ما عرفتيش كيفاش ديرو، عندك تعاب ولكن عندك قياده وعندك حكمه. لكن المشكل اللي عندك الناس اللي دايرين بنك كلهم باغين منك تعطي، ولكن انت مسيطره على الوضع. وعندك لقاء، عندك لقاء مع ناس، غادي يكون عندك لقاء مع ناس مهمين عندهم مركز عمالقه مهم. وعندك واحد الانسان كيعطيك واحد الطاقه، ربما كتهضري معاه كيعطيك نصائح كيعطيك حكمه، هاد الانسان كيعطيك واحد الطاقه، ملي كتجمعي معاه كترتاحي معاه، يا اما حبيب يا اما الام ديالك كتعاودي ليه، يا اما شي صديقه ولا صديقه تعاودي ليه، المهم كيعطيك واحد الطاقه، هاد الانسان كيعطيك طاقه يا مراه يا راجل، حيت بحال كنشوف عنده افكار، يا اما صديق يا اما حبيب، المهم عنده كميه ديال الافكار، عنده ملي كتحاوري معاه يعني كتخرجي بواحد النتيجه ايجابيه. ومريتي من مشاكل ولكن ان شاء الله كنشوفك كتشوفي الفرح. دا لايكاتكم. كتفكري في التغيير وقلبك ناكل، ويتكلا ديما كتفكري غادا جايه كتفكري.
قلبك دم، كتفكري في الحاجه الثقيله وباكيه دموع مريضه مريضه، وقلبك على واحد الطريق وعندك نصر وعندك مشكل ديال الدم، يا اما عندك تحاليل يا اما عمليه، يا اما عندك مشكل ديال العاده الشهريه، الله اعلم. المهم كنشوف عندك مشكل ديال الدم وكيشوف لك هذا الابيض، ومازال عرض الكتاف كنشوفو مازال غادي يزهر معاك وغادي يشد معاك الطريق وانت قلبك على بيت الفراش وانت ملفته. حاليا عندك حاله اكتئاب، يعني كنشوفك ملفته طالع لك الدم، ما باغا تشوفي حتى حد، ما باغا تسمعي حتى لحد، يعني الحاله النفسيه ديالك مضطربه، وكنحس بك انك وحيده، كتقولي ما عندي حد، لكن هذا الشخص كاين في طريقك وغادي يكون عندك سفر، رغم انك انت رافضه كلمه الحب، مقاطعه الحب، كتفكري في نفسك، كتفكري في شي حاجه كتخصك، خدامه مع قلبك، ما عندكش الحب نهائيا. وعقلك كتعيشي الاحلام، عايشه الفضاء، عايشه انك ملكه في افكارك، ومازال غتفتحي عقلك من جديد، ومازال هاد الصدمات اللي دازو عندك غادي يفيقوك وخلاو المغاربه غيوقدوك، غتشمري. وردي بالك من وحده برجها مائي لفعه، وكاين واحد نقول لك عنده وشام، عنده علامه غادي يساعدك، وعندك سفر على فجأة، لأن كنشوف عندك طريق ما دايرش لها حساب، وراه غادي يكون عندك تغيير في حياتك. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. قلبك كاينه هاد الزرقاء في طريقك، كاينه هضره وكلام بينك وبينها، وانت قلبك دم، ردي بالك من هادي اللفعه، وبرشها مائي، يما سرطان يما حوت يما عقرب. هاي تابعاك ومراقباك كدير لك سحر، هاي كدير لك سحر على قبل هاد الابيض، حاسداك وانتي قلبك على الزهر، قلبك سير دم مازال غتزهري، قلبك على شي سفر ولا شي قش ولا رحيل ولا الله اعلم، المهم كتشوف قش وغادا تفرحي رغم مغيره، وكتشوفي الحاجه ثقيله على 3 وقت وقلبك سير دم وقلبك على الزهر واخا تقلع على قلبك، وكنشوفك غتفرحي. كنشوف البعض منكم ماشي كلشي، البعض منكم كنشوفهم غادي يفرحوا على طابله المخزن، لان كنشوف كاين فرحه رغم كان غيار، لكن كاينه فرحه على طابله المخزن مع هذا عريض الكتاف معجون له، نشوف شكون، لان شي وحده ربما مداعيه مع شي واحد ولا المهم كنشوف عندها آه فرحه على طابله المخزن على قبل هذا عريض الكتاف. وعندك مراقبه، شي حد كيراقبك، وغادي تكون غادي يكون عندك سفر، يا اما سفر الى بلد حرف ديالو الميم، او لهاد الانسان اللي انت كتفكري فيه، هاد الانسان اللي كتفكري فيه انه بعيد منك في شي بلاصه، شي بلاد فيها حرف الميم. وكتشوف كاينه علاقات عندك،
عندك علاقات بلا ما نبقى ندير في، كنشوف علاقات جنسيه سريه، انت منعزله وانت عندك علاقه مع ناس كبار، وغتلقي مع واحد الانسان كبير في السن والراسوس ديالو فيه الشيب، وكتفكري في الفلوس، وطاح في طريقك هاد السيد رقيق وهاد السيد بيض، غادي يكون اجتماع بينك وبينهم، وانت راه غادي يكون عندك تغيير في حياتك، تغيير بيت، تغيير عمل، تغيير حياه، تغيير حلم ديالك غيتحقق، الله اعلم. المهم كنشوف كاين في طريقك التغيير. لايكات، سويو لايكات، قلبك على الزهر، كتخمي في ورقه كتبه وقلبك على الحاجه الثقيله، يا ما مشروع، يا ما عمل، يا ما وظيفه راه غتفرحي عليها. قلبك مغير، كاين معاك واحد السيد رقيق، كتخمي في مدينه عريضه وقلبك على الفلوس، كتخمي في طريق. مازال غادا تزهري زهر في زهر، وعندك زياره، وراه عندك روحانيات، ومازال غتفرحي وانتي تقلع على قلبك، كتخمي في العتبه. كتفكري في الطريق، ومازال كتهضري مع نفسك، كاينه ورقه كتبه وانتي قلبك دام، وكتفكري في بيت فراش، مازال غتكون عندك فرحه. اذا لايكاتكم، كتفكري في النصر وفلوس، قلبك على العمل، كتفكري في فلوس. وعليكم السلام والنية، مرحبا، نتسناوني شويه وغنجاوبكم. يا قمر استني شوي، لما اخلص اتكلم معاك. لايكاتكم، كتفكري في طريق وانتي كتفكري في فلوس، قلبك على البيض، ومازال غتكون عندك فرح، قلبك على مدينه عريضه، كنشوفك مأزمه. المشكل اللي عندك في الأزمة تاعك هو روحانيات، انتي عندك روحانيات، عندك طاقة، لكن هاد الطاقة خاصك تخدمي عليها، لأن الإنسان لما تكون عنده روحانيات ماشي بحال الإنسان عادي. خاصك تغيير الطاقة، هذا هو المشكل. لما تكون الانسان طاقه عنده سلبيه او لا طاقه ديالو نازله، فيعرف راسو
أن عنده توتر، عنده مشكل في المال، مشكل في العمل، جميع المشاكل تتراكم عليه. لكن خلي طاقتك تكون إيجابية، طاقتك تكون إيجابية. الإنسان الروحاني يدير بخور، تكون عنده زيارة. بالنسبة للإنسان اللي ما عنده علاقة بهذه المسائل يحاول يمشي للطبيعة، يغطس في الماء، يعمل رياضة. لأن كنشوف هنا كاينة طاقة سلبية وهي سبب توتر، سبب قلة المال. وانا شايفه هنا كاينه روحانيات، يعني الانسان اللي عنده مشاكل في المال عنده روحانيات، هذا هو السبب. كتفكري في فلوس، غتكون عندك حاجه ثقيله وغادي يكون عندك تغيير، رغم انك نشوفك نادمه على شي شيء في الحياه ديالك. هادشي مع نفسك، كتحاوري مع نفسك، كتفكري في فلوس، مازال غتزهري على خبر غتسمعيه، خبر تليفون، رساله، الله اعلم. عندك مشكل ديال الاولاد، يا اما ما كتولديش يا اما باغا تولدي. المهم كنشوف مشكل عندك ديال الاولاد وانت قانطه، يعني عندك النفسيه ديالك متوتره وكتفكري في سفر وكتفكري في فلوس، وغتكون عندك فرحه، وهاد الغيارات ان شاء الله مازال غتزول. عندك سفر وعندك ورقه كتبه، يا اما يجيك ميساج، يا اما شي ورقه انت قلبك عليها، يا اما شي حكم، يا اما الله اعلم. المهم هاد الورقه غتفرحي عليها ان شاء الله باذن الله. اذا هذا هو الفال ديال البنت الحنطيه. ما تنسونيش من اللايكات ومن تفعيل الجرس وبارطاجيو لي الفيديو ديالي. محاليكم كاملين. سلام.